بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي ازيكم عاملين ايه؟ يلا بينا نعمل هريسة الفلفل البارد. شكله تحفة، شكله جميل ولونه روعة ما شاء الله ولا قوة الا بالله. موجود في السوق كتير ورخيص جدا. قطعنا الفلفل قطع على قد الكبة لان الكبة بتاعتنا صغيرة. ونفرم بقى. يلا يا قمر انت وهي فرمي فرمة محترمة كده كده تمام زي الفل. عملتها في الكبه، فرمتها في الكبه فرم ناعم زي ما انتم شايفين كده. هنعمل ايه بقى؟ حط شويه ملح، شويه ملح كده حلوين، يعني ايه علشان يحفظوها. تمام كده. وكمان هنحط شويه زيت اهو ونقلب. تنفع بقى تتبيله بدنجان، تتبيله سمك، محشي. هنعمل ايه بقى؟ نعبي في البرطمان كده بالشكل ده. كمان رشة ملح خفيفة كده برضو على الوش اهو زي ما احنا شايفين كده. تمام. وكمان ايه معلقتين زيت اهو، نغطيه كده بالزيت زي الفل. احلى هريسه من الفلفل البارد. زي ما قلت لكم بقى حبايب قلبي، نستعملها في البتنجان، في الفلفل، في كمان ممكن نستعملها في البطاطس اللي احنا اللي هي المهروسه، في المحشي، في تتبيله السمك. بنستعملها في كل حاجه ما شاء الله ولا قوه الا. طبعا البرطمان ده مش هيكفيني طول السنه، ده انا لسه هجيب وهعمل كتير. حبايب قلبي كمان في عندنا عملنا من الفلفل برضو ده. الفلفل ده هنعمل منه بابريكا. خلاص انا قطعته شرايح زي ما انتم شايفين رفيعه بالشكل ده اهو. طبعا هحطه في فرن البوتاجاز على الرف الوسطاني ونار هاديه جدا جدا جدا، يعني على اخر درجه. واسيبها بقى مع نفسها شويه، كل شويه ابص عليها واقلبها لحد ما تنشف معانا ونفركها كده وننخلها ونعملها بابريكا. بقلبي اللي دايما بينوروني بالمشاهده، ما ينسوش اللايك الجميل بتاع ماما قدريه، وكمان الاشتراك على القناه عشان يوصلكم كل جديد. جرس صغير كده جنب كلمه اشتراك نتك عليه يطلع لنا كل جديد من مطبخ ماما قدريه. حبايب قلبي خلص الفيديو بتاعنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.